انتوا عارفين مين اكتر بني ادم خسران في الدنيا؟ اكتر بني ادم خسران في الدنيا اللي ربنا مش بيحبه، اللي ربنا مانع عنه حتى الالهام انه يصلي. اكتر بني ادم خسران في الدنيا اللي ما بيصليش. تخيل ان رب العالمين اللي هو خلقك يمنع عنك انه يديك احساس من جواك انك عايز تصلي، وانك تقابله في الصلاة. ما هو الصلاة مش كل من ركعها يبقى هو كده بيصلي، لا، مقابلة الروح. ربك بيناديك 5 مرات في اليوم عشان تقابله، وتقابله بالطريقة اللي انت عايزها، وتقوله الكلام اللي انت عايزه، وتشكيله وجعك وتشكيله همك، وتحمده على النعمة اللي مغرقك فيها. لان احنا مهما عدينا النعم مش هنعرف نقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. فتخيل ربنا مانع عنك حبه اللي هو يخليك تعمل اول حاجة انت بتتسأل عليها اول ما بتنزل قبرك. مانع عنك حلاوة الروح اللي بتبقى من جواك، اللي هو الله انا احس ان انا مرتاح. مانع عنك الراحة. انت تخيل، شوف انت عامل ايه بقى عشان مانع عنك مصدر راحتك اللي هو هيسألك عليها. الصلاة ما تاخدوهاش ان هي فرض ولازم تعملوه. حتى لو خدتوها فرض ولازم تعملوه انتوا هتتحاسبوا عليه، بس خدوها اللي هي لقاء مع ربك اللي خلقك، اللي خلق فيك كل حاجة، اللي قادر في لحظة يخرجك من اللي انت فيه. عارف انت لما تكون موجوع قوي وتسجد له وتدعي له، الوجع بيخف. مش بيخف ان هو بيتعالج، بيخف من جوه البني ادم، اللي هو ايه، زي ما ربنا ايه بيديلك حته صبر من جواك انك تستحمل شويه كمان، لغايه لما يجي ميعادك ويأذلك ان انت تفرح، ويجي ميعادك ويأذلك ان وجعك يتشفى. ما تبعدوش عن الصلاه، ما تبعدوش عن سجاده الصلاه، ما تبعدوش عن ربنا. وطبعا انا مش داعيه اسلاميه عشان طالعه اقول ده، لا، انا بقول لكم حاجه طبيعيه، بني ادمه طبيعيه بغلط و... بس غلطي ما بيأذيش حد. يعني انا غلطي ما بيأذيش حد، ممكن يأذيني انا بس ما بيأذيش حد. بغلط وممكن عصبيه، وفي حاجات كتيره قوي ممكن يعني تزعل ربنا مني، بس بحاول على قد ما اقدر اني اجري عليه واقول له يا رب سامحني انا بحبك، سامحني انا بحبك. خدوا الموضوع بحب. خدوا ان انتوا لو رايحين تقابلوا حد 5 مرات في اليوم هتتشيكوا وهتلبسوا اشيك ما عندكم لمجرد ان ممكن حد ليه معاكم مصلحة، او انتوا ليكوا معاه مصلحة، او هتقبضوا فلوس على القعدة دي، او رايحين تحبوا ورايحين احساس حلو تحسوه. مفيش احلى من الاحساس بخلوتك بربنا. ربنا الله، احنا ما بنشوف حاجة حلوة بنقول عليها الله. الله اسمه ربنا. تعاملوا بحب عشان يخفف وجعكم، عشان يخليكم تتحملوا وجعكم وكسرة روحكم. حب ربنا مفيش احلى منه. انا بستغرب ازاي الناس متنازلة عن حب ربنا قصاد متعة الدنيا، شغل، فلوس، اي حاجة. ولو انت بتصلي وجالك وقت صلاة في ميعاد شغل، سيب اللي في ايدك وامشي روح صلي. اعمل اي حاجة عشان ميعادك وشغلك ده بإيد ربنا. فانت لما ترضي ربنا، ربنا هيرضيك وبزيادة.